الشاب ما عنديش باور زمان، سبت بيتي عشان انزل اخلص لربنا. الورقه تاني بعد اذن حضرتك اهو، احنا ما بنقولش كلام مسرع، ورقه باقلام بدنيا بحسابات بنوكي، ادي ورقنا. ايه اشياء هتحدد بالطوب ليه؟ معلش لا انا سيبنا اتحدد بالطوب في فني. لا سيبنا اتحدد بالطوب في فني. طلعت بقى حفله مش متوقع فيها، طلعت بترعش، طلعت بنشز، سيبنا اتحدد بالطوب في لعبتي بتاعتي اللي احنا عشنا نتحدد فيها بالطوب. لما الطوب خلاص دغدغ لنا دماغنا في الحلوه وفي الوحشه، تعمل الحلوه محدش بيشكرك، تعمل وحشه بيصطادوا لك فيها الطرف منه عشان يجيبك. هجوم كل ما نيجي نحمي البلد من اي مصنف تلاقي طالعين يقول لك حريه تعبير، تيجي تسيب حريه التعبير يقول لك وانت اللي سبت. اللي هو احنا قاعدين عمالين نترسع ونتخبط وكل اهدافنا بنعلنها. انا بعلنها مره واثنين، ولا ادخن شنب فيك يا مصر يعرف يزايد على حب مصطفى كامل لمصر، ولا ادخن شنب ولا جابت مصر واحد شال ايده على كفنه على ايده كده زي مصطفى كامل. اما مرات تطلع تلاقي في برنامج هو انت ليه منعت الحفله؟ هو يا عم هيدمر البلد يا سيدي، هيدمر البلد. فتلاقيها بترعاها كذا قناه. ايه ده؟ لما تيجي تتلغي الحفله، طب انت اللي لغيت، طب انت تدي تصريح، طب انت ليه اديت؟ ده انت ناس قاعده تهدم فيك. ده احنا البلد الوحيده اللي انا بحس ان اعلامها قاعد يدمر في كل الموزع، قاعد يدمر في كل كيانات. احنا بنشوف بلاد فيها البنت اللي قد كده عمالين يصنعوها نجمه، والواد اللي قد كده بيطبخوها عشان نجمه. اشمعنى في مصر؟ ايه الهدم اللي احنا دايرين فيه ده؟ ايه الهدم؟ تعالى اهدم، يلا نقول احنا كفنانين اتعودنا على اللي بيهدم فيك واللي بيزق معاك. انا بكلمكم دلوقتي في مؤسسه خدميه، في مؤسسه خدميه. اللي نهب فيها ما اتسجنش، اللي سرقها ما اتسجنش، فاللي رعاها ورعى ربنا يتشتم تحت مرأى ومسمع من الاجهزه كلها. مين يقبل بكده؟ قبل بكده ليه؟ ولو قبلت بكده بقى راجل وضيع، يبقى ليا مصلحه جوه الكرسي ده. ان ما كناش المجلس ده يتقدم بخطاب مباشر للسيد اللواء وزير الداخليه، سيد المستشار وزير العدل، من فضلكم الكيانات اللي زينا من فضلكم يبقى في سرعه في اجراءات من يحاولون هدمها. احنا موافقين تمام. من فضلكم الاهتمام ببلاغاتنا لكيانات زي دي، لان الكيان ده مش بيهد مصطفى كامل ولا بيهد ناديه مصطفى ولا بيهد حلمي عبد الباقي ولا بيهد المجلس، ده بيهد 100,000 اسره. 100,000 اسره. لما يتهدم المكان ده والناس دي ما تلاقيش عندنا دواها وعلاجها، هتنزل تصرخ في البلد. سايبيننا ليه نتشتم؟ ليه اروح اقدم انا اسف محضر افضل مستني على واحد قاعد بيشتمني 14 ولا 16 شهر؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه مصر كده؟ ليه بيتساوى فيها البلاغ الكيدي مع بلاغ مؤسسه؟ بلاغ مؤسسه. مؤسسه بنقول مش مؤسسه شخصيه، مش بترعى صاحبها، دي بترعى اسر يتامى واحياء وميتين وكبار سن واطفال ومرضى. ليه؟ ليه انا اروح اقدم فيترمي محضري في الاستيفا وبعد سنه تسال وطول السنه دي انت عمال تتهان انت وبيتك واهلك وناسك؟ هتقول لي الدوله بتتشتم؟ كلنا بنتشتم واتشتمنا كلنا. طالما الموقع غير معلوم خلاص انت عندك عذرك، الموقع غير معلوم معمول لك موقع. لكن انا لو علمت الموقع ده وبالزرار بعرف اجيب ان الموقع ده داخل هنا وداخل مصر، تعال حاسبني حتى يا عمي. انا لو بتشتمني حتى وعندك مبررك لشتمتي، انا على عينيا الاثنين يا سيدي. انا راجل مقصر، اشتمني يا عم. طب انا ما قصرتش، انا شايف ان انا ما قصرتش. انا النهارده لما امسك يا اساتذه للاعلاميين وللساده الصحفيين، لما يوصل لي انا كراجل نقيب عام وانا بدير 27 محافظه، انا مش نقابه جوه مصر زي اي نقابه من نقاباتنا زملائنا اللي قد كده ومتجمعين. انا بدير 27 محافظه. لما يوصلني من السيد مدير الحسابات ان في فرع في اختلاس، فقول الشؤون القانونيه تطلع ومعاها وفد من مجلس الاداره ويروحوا يبلغوا النيابه العامه، تلاقي 3 4 كاتبين لك على النت هم ما اتحبسوش ليه من اول امبارح؟ عدم علم ده. وبعدين بيضم معاه كل اللي انت مشيته عشان حرامي، فبيضم مع ده. هو انا نائب العام؟ انا قدمت بلاغ وراحت الشؤون القانونيه. اقروا كم السب والقصف اللي احنا مسبوبينه ومتشتمينه. وكأنه بيقول لك ايه؟ واحد كاتب عليا، واحد مندوب حرامي كاتب عليا انا ان كده انا متواطئ مع مجلس اسكندريه في الاختلاس.
ده يرضي مين يا جماعه ده؟ عقلا ما ينفعش يعني منطقيا. ده يرضي مين ده؟ منطقيا غير مقبول. لما تطلع الشؤون القانونيه بتطلع الحسابات وتقول للمجلس. مره قلنا للدكتور علاء بما انه مفتش الاقاليم، اذا كلمني الاستاذ عماد قال لي الدكتور علاء مش فاضي، هيطلع معاه المايسترو ابو اليزيد، قلت له خد المايسترو ابو اليزيد، اطلعوا بس اعملوا البلاغ بسرعه وشوف مين، واذا كان الراجل المختلس ده توفى شوفوا مين كان مراقب عليه وكان مسؤول عن مراجعته، روحوا اعملوا المحضر كده، اوعوا تلعبوها في اللي ميت. شوفوا لي مين اللي ورا اللي ميت ومين مسؤول عن الفرع ايا كان. فانت تبلغ ده تلاقي 3 4 تنفار، انا مش عارف هم مين. منهم حد لما شتمني بسال مين ده؟ قالوا لي ده كان مندوب، استاذ محمد ابو اليزيد بيقول لي ده ماشي مندوب حرامي. كاتب عليا انا ان التواطؤ، وطالما النيابه العامه ما حبستهمش يبقى انا متواطئ في الاختلاس ده، انا والمجلس. ايه يا جماعه ده؟ مين يقبل ده؟ واقبله ليه؟ انا لا قاعد عاطل ولا ما عنديش شغل ولا عندي وقت فراغ نفسي اضيعه في نقابه، لا انا عندي شغلي ومعطله وسايب شغلي وبتضرر عشان خاطر ادير مهنتي وادير شريحه من مهنتي. فرحان طبعا يا دكتور باللي حضرتك بتقول، فرحان ان الدكاتره والاساتذه والاكاديميين وعمداء الكليات، فرحان طبعا نقابتنا بقت شكلها يليق بينا، بقت الناس حابه تجي، اكيد فرحان. انا برضه بني ادم، خلي بالك احنا مشكلتنا واللي ده لازم تعرفه الاعلام كله، احنا ناس غير اي ناس، احنا الكلمه الحلوه عندنا بتساوي مليار جنيه. مظبوط. احنا الفنانين كده، هو مصيبتنا عن كل الدنيا ان احنا الكلمه الحلوه ساعات تساويها انت بملايين الدنيا، والكلمه الوحشه اللي مش في مكانها ادهاني في مكانها فهستحملها واقول انا اخطات. ما احنا عملنا اغاني كتيره وحشه، فلما تيجي تشتم تلاقي اهل بيتك بيقول لك مش احنا قلنا لك الغنى وحشه؟ يعني مش تمني في شغلي. انا هنا ما قدمتلكش وحش، انا هنا قاعد شغال ببلاش، شغال ببلاش، قلبي على بلدي وقلبي على دولتي. حتى الحفله اللي بلغيها بنطلع نقدم 40,000 مبرز. يا جماعه احنا بنلغي الحفله دي عشان فيها خطوره على اولاد بلدنا، فيها خطوره، احنا شايفين كده، دي وجهه نظرنا. كمان لا نقسم بحد، مش سيبنا الدنيا تشتغل. قعدتوا تقولوا مش عارف الشعب الغناء، قلنا الشعب الغناء كلها تشتغل بشرط الارتقاء بالذوق العام. النهارده الاعلام كله لاحظ مفيش حد متجاوز، بيوتكم على الاقل ما بتدخلهاش الكلام اللي كان داخل في مراعاه غلابه ومعاشات ومرضى ودنيا وارصده نقابه وخوفا من بكره. الحمد لله اهي اتشتم ليه؟ ولما اروح اقعد اتشتم بالسنه ارفع محضر يتنظر بعد سنه ونص ليه؟ ليه؟ 3 4 مرات اطلب من الدكتور اشرف زكي ومن الاستاذ مصعب فوده نقباء زمايلي، عايزين نعمل مجلس اتحاد نقعد نتحد كنقابات. مفيش دور مفعل لاتحاد النقابات اللي انا المفروض وكيل فيه. عايزين نقعد نشوف، احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين حمايه هذه المناصب بالقانون، ما بنقولش نفتري على حد كمان، بالقانون. اخطات فيا واسأت ليا بقوانين، كل قوانين السب والقصف والاساءه والبتاع. طبعا لا، لكن كده تفتح صفحات عماله تهين فيكم. ايوه وبتهين فيا. ليه؟ اي اهانه لعضو مجلس تعتبر اهانه المجلس كله. ليه؟ واي اهانه ليك هي اهانه المجلس كله. ليه؟ خلاص انت كده عايز توصل بالكيانات دي والنقابات دي ان اللي يبقى موجود فيها رخيص ومرتشع عشان لما يتشتم ما يحسش. يبقى ينجحوا كده بقى. يعني هو كده التارجت اللي انتوا قاصدينه، ان الكيانات دي والمؤسسات دي ما يجيهاش غير مرتشي وحرامي ومبتذل، عشان ده لما بيتقال له يا ابن كذا هو بيعتبره اسم الدلع بتاعه. مع عادي جدا، يعني هو راجل حرامي طالع يسرق، فلما يتشتم مش هيزعل. يعني معنى كده حضرتك لما تسيب المركب دلوقتي اي قائد سفينه او اي كابتن طيار بيقابلوا مواجهات ويقابلوا عراقيل، ففي رحله السفينه دي معاك ناس جوه في الرحله، طبيعي الرحله ما تبقاش خاليه من كل العوائق. كابتن الطياره قابض فلوس على الرحله، احنا مش قابضين فلوس على الرحله. انا عارف، عمل تطوعي. انا قلت لحضرتك لكل مقام مقال، انا بقول لحضرتك انا كل ما هو انا مأجور عليه برجع بيه بفلوس لبيتي، بياكل منه بيتي، فده ابداعي الشخصي. أيوة. انا معرض فيه في باب رزقي للايجاب والسلب، للمدح والذم، للراي والراي الاخر. والعمل العام، لكن انا بقول لحضرتك ده عمل عام. ما العمل العام ده برضه معرض للسب والقصف. تعالى معلش والسب والقصف، معلش ما هو انت ما بتزعلش يا دكتور محمد لو حد شتمك؟ طبعا. لا اي حته ده الرسول ما اجتمعوش عليه. الرسول هو كان بياخد اجر. هذا الكلام ده كان بينشر ديانه.
هو بيوجه رساله برضه. المهم دي كيفيه رساله التصدي واحنا معاك في هو الرساله دي هو سرعه المطلوب ان اللي بيقرا التقاضي كيفيه طبعاً. التصدي للكلام ده. هو طبعا التصدي كل سرعه الوقت. اجراءات التقاضي مطلوبه طبعا معاك طبعا، وفي بطء في العداله، والعداله البطيئه ظالمه، كل ده معروف طبعا ومعاك حق في كل ده. بس انا النهارده تخيل ان انا رافع محاضر ما اتنظرتش، الاقي انا جاي لي محضر سب وقصف عشان نشرت بيان بتاع نقابه. انا نزلت محكمه عشان نشرت بيان، وفعلا انا ما كنتش اعرف قانونيته ايه. انا ما اعرفش ان انا لما انشر بيان جايبها له الشؤون القانونيه مرفوع عليها سب وقصف. كنت في المحكمه من يومين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى بقى لادوارنا الداخليه دي مش قدام الصحافه نتكلم فيها. لما بيكون عندنا شأن داخلي احنا الحمد لله بنسبه 70% ماشيين في التراك الصحيح كمجلس اداره. انا هلوم على زمايلي، عندنا قصور من بعض عندنا قصور لكن مش تدني. صح. ايوه عندنا قصور لكن ما عندناش سرقه. عندنا قصور بس ما عندناش فساد. عندنا سلبيه في اداء بس ما عنديش ايجابيه في فشل وابتذال. دي امور تتحل بيننا وبين بعض. اخترت الكلمات بعنايه. ولما نحط وثيقه بيننا وبين بعض اللي مش هينفذها احنا نقول له شكرا بمنتهى الادب برضه، لان احنا لا بينا حرامي ولا بينا مزور ولا بينا مرتشي، بينا واحد واخد جنب كده مش شايل مهامه كويس. دي توجيهات عاديه، لكن اللي وجع الواحد ابعاد اكتر من كده. ابعاد اكتر من كده. ازاي انا قابل لو حد شاتم الدكتور محمد وعينه امبارح في بيته في كرامته، وانا اسف اجيبه تاني يوم في مكتبي لو طالب انا بمديره عشان خايف منه؟ خايفين منهم؟ من كام حد انا اسف ما يعرفش يزعق في بيته؟ هو ما يعرفش يزعق في بيته جاي يهينك انت سايب بيتك وسايب قيمتك دي كلها عشان الواد ده يجي يهينك؟ ليه؟ ايه اللي جابرنا على كده؟ انا عن نفسي بقولها قدام الاعلام وهو لو سامعني، انا مش مجبر على كده خالص، ولا في اي حاجه تجبرني على كده. واذا كان هو ده سبيل ارضاء ربنا اكيد ما يرضاهوش لبني ادم. ربنا ما يرضاش لبني ادم نازل سايب عياله عشان خاطر يراعي شريحه من الناس فيتهان ويتشتم ويفضل ميراث ليك قدام عيالك شويه بوستات من ناس دون المستوى بتهينك وبتشتمك. ربنا ما يرضاش. عمر ربنا ما يرضاها. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. ولا هيرضى. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. مش هنلاقي الاحسان يبقى ده مش مكاننا، وده اللي انا فضلته وخدت بايه قلت اقعد في بيتي. انا بقالي 20 يوم اقسم بالله العظيم لا عارف انام ولا عارف اقعد، وبلوم نفسي ليل نهار وزعلان من نفسي وزعلان على نفسي. لما خلاص الواحد في حيره، ليه كده يا جماعه؟ ليه كده بقت السمه الغالبه في مجتمعنا ده الاهانه والتجاوز وقله الادب؟ وللاسف يا دكتور ما بيجيلكش من الناس الراقيه، ما بيجيلكش غير من الناس اللي دون المستوى. عمرك ما هتلاقي بني ادم محترم. انا في عز ما كنت قاعد في بيتي انا كنت اسمع عن نقابه فيها سلبيات، انا هكتب بوست اقول لك يا مش عارف ايه، مش هحترم على الاقل. مش موضوع مش محترم كده، انا محترم نفسي، انا مالي. لكن دايما جاي لك الناس جايه تبتزك وجايه تعدلك وجايه تنهب على لحم الناس وجايه تقل من قيمتك وجايه تقل من قيمه الكيان ده، هيفضل بيرخص. انا هعرض حل كده قدامه بقى حب كبير قدامه عطاء كبير. ما علينا قبل قرايه الفاتحه ما علينا. انا بتكلم دغري. انا بطلب من السكرتير العام الدكتور احمد ابو المجد ان هو يعقد جلسه عاجله للمجلس كله، يقعد استاذ مصطفى معانا وتشرف النقابه وتقعد معانا وتقول كل زي ما الاستاذ محمد ابو الوزير قال، تقول كل اللي حضرتك عايزه والاليات بتاعته تتصرف. ولا ابدا يا دكتور، والله القصه دايما مش اللي انا عايزه ولا اللي حضرتك عايزه. القصه بتاعت صحيح اي حكايه. طبعا صحيح اي حكايه. طبعا ده احنا مش في مجال قدام الساده الزملاء صحفيين، احنا اتكلمنا في اللوجيك اللي هو العام. انا اكتر حاجه الماني ان نفسي هذا الكيان يعتبر ان لم يساوي وزاره فهو يندرج تحت وزاره. طبعا تحت وزاره. ده كيان يرعى ناس كتيره جدا. ده لو هي جمعيه اهليه اكيد هيكون لها حامي ليها. لو هي جمعيه اهليه بتراعي الناس اكيد هيكون لها مظله قانون حاميه ليها. طبعا النقابه دي شايله كام من الدوله كبير. هو ده مش معروف. ده حل النقابات بيشغل بحكم قضائي. طبعا شوف حل النقابه بيشغل بحكم قضائي، شوف قد ايه لها قوه. فالموضوع بالنسبه لك يعني ده انت برضو اللي بيننا داخلي. احنا هنقعد دلوقتي مع بعض وانا عشان بس الناس تفهم غلط ان احنا بيننا وبين بعض هيبقى بعد الصحافه وبعد القعده دي في الكلام. اللي عايز اقوله اقسم بالله العظيم لو كنت التجنب اللي انا اتجنبته اللي هو كان بيتبعه استقالتي وماشي بالمكان ده، اقسم بالله العظيم وبشهد ربنا عليه ان لو في
اسباب لمجلسي لا تتعدى ال 5-10%. ال 90% هي وجيعه من الخارج. احنا قمنا بادوارنا، عندنا سلبيات، ممكن انا نفسي يكون عندي سلب، بس زي ما بنقول في امور سلبيه لا ترقى للمستوى، لا شبهات ولا لا قدر الله لا سرقه، ولا ما عندناش حاجه الحمد لله. احنا دايرين مجلس عندنا شويه افواد تحل بينهم، فالناس وهي ليها ناس تقول لك اصل المجلس مضايقه، احنا في دارك. مجلس مين اللي مضايقه؟ مجلس مين اللي مضايقه؟ احنا لو عندنا كم حد مش قايم بدوره احنا نقعد مع بعض وهناخد نطاق عهد. يا عم مصطفى كامل انت مكمل معانا تبورنا ولا لا؟ قال لك لا شكرا بمنتهى الاحترام، لكن انا لا في مجلسي لا حرامي ولا مرتشي ولا مزور، الدنيا دايره بمنتهى الاحترام. متقبلين ده. الوجع جاي وجع خارجي كله يا استاذ حماده. ايوه احنا متقبلين ده بين احنا حضرتك، متقبلين. وده فعلا كلنا احنا عايزينه، وده عملنا اجتماع بعدم وجود حضرتك وخدنا قرار ان احنا كلنا على ايد واحده. مفيش حاجه اللي انت قلته ده كله احنا قلناها في الاجتماع، وكان اول بدايتها كان مع اللي اسمه ده حولناه للتحقيق بالمجلس كله، والمجلس كله رفض ان هو يقعد رفض معانا. ان هو يعتذر كمان، احنا رفضنا ان هو يعتذر، وانت عندك لان حق. اللي هيهين حد بيهين طبعا. الكل. فاحنا المبدا اللي احنا كلنا هنمشي عليه، اللي هيغلط في اي زميل مش بيغلط في موضوع المجلس الزمالة كله. بقى، ما احنا قلنا دي هيبقى بيننا وبين بعض. انا بوجه لحضراتكم الكلام للساده الاعلاميين، يا جماعه نقابه المياه الموسيقيه تختلف عن اي نقابه ثانيه. منين ما قلناها في التلفزيونات محدش قادر يصدقنا، محدش قادر يقتنع. النهارده نقابه المياه التمثيليه اللي هي زملائنا والدكتور اشرف اخويا، هي نفس القعده اللي انا قاعد عليها دي اللي بنقعد نحكي انا والدكتور اشرف. نقابه تعلم دلوقتي المسلسل اللي بيتصور وتعلم الفيلم اللي بيتصور، كلها معلومه لان التصاريح من عندهم، عارفين ان في اللوكيشن ده في شارع الهرم النهارده بيتصور مسلسل كذا. النقابه الوحيده اللي كذا فرع، النقابه الوحيده اللي احنا قاعدين دلوقتي بنكلم حضراتكم من اول ما قعدنا وانت في 27 محافظه، وكل محافظه فيها دايره يجي 20 فقره غنائيه بمشاكلها بوجعها، باللي عمل حادثه وهو ماشي، باللي اتخانق وهو ماشي، باللي اتمسك في لجنه وهو ماشي، باللي جاله القلب وهو ماشي، باللي دخل مستشفى وهو ماشي، واحنا قاعدين مع بعض في التلت ساعه ولا الربع ساعه دي فيها 40,000 حدث. النقابه دي فيها هم لود كبير علينا وعلى الدوله، تاني علينا وعلى الدوله. فلما يجي مجلس محتوي الكلام ده في وسط الازمه اللي احنا فيها اللي الدوله ما هياش ناقصاها، محتواه كل اللي طالبينه من اجهزتنا المحترمه السياديه حمايه هذا الكيان بالقانون، برضه بالقانون، لا طالبين اجراء تعسفي ولا طالبين اجراء يعني في حموه ازيد من اللازم، طالبين بس الاهتمام بالكيانات اللي بتمثل النقابات دي، خاصه